السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسطورة الجزائر الأخضر بلومي يفضح مؤامرة المغربي لقجع وعصابة الكاف ضد الجزائر. شاهد ماذا حدث. لكن قبل أن نبدأ في التفاصيل نرجو منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد. إذن بعد المهزلة الأخيرة التي شهدت استبعاد قائد منتخب الجزائر رياض محرز من قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية، انتقد الدولي الجزائري الأسبق الأخضر بلومي هيئة الكاف. وأكد أسطورة كرة القدم الجزائرية الأخضر بلومي أنه هناك مؤامرة كبيرة تحاك ضد الجزائر داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وقال بلومي في حوار مع موقع العربي الجديد إنه يتفق مع من يقول أن هناك مؤامرة تحاك ضد الجزائر في أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهذا ليس بجديد، مضيفاً: المنتخب الجزائري مستهدف منذ فترة، وعلينا أن نجد حلاً لهذه المعضلة التي تهدد مستقبل الكرة الجزائرية، ونضع اليد في اليد للتصدي لذلك، فإقصاء رياض محرز عن جائزة كان هو الأجدر بها رسالة مشفرة. كما أكد بلومي أنه مصدوم لاستبعاد قائد المنتخب الجزائري رياض محرز عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية، مشدداً على أنه لا يعقل أن تسقط اسم لاعب حصد 3 ألقاب تاريخية الموسم الماضي مع ناد عملاق بحجم مانشستر سيتي، بل أكثر من ذلك كان مؤثراً في أغلب المباريات. وواصل بلومي حديثه بالقول: إن محرز لم يكن الوحيد الذي تعرض للظلم، فحتى اتحاد العاصمة سلب حقه في المنافسة على جائزة أفضل ناد في إفريقيا. أنا مستغرب ولا يمكنني معرفة المعايير التي جرى الاحتكام إليها لاستبعاد الاتحاد الفائز بلقبين، من بينهما كأس السوبر، على حساب بطل دوري الأبطال الأهلي المصري.